الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وجعل الله عز وجل هذا الشهر الطيب المبارك صيامه وقيامه في ميزان حسناتكم يوم القيامة، اللهم آمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا سيد ولد آدم. أتدرون مما ذاك؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة، ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم مبلغ، فيقول بعض الناس لبعض: احنا هنكلم بعض يوم القيامة. ده كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو صادق، وهذا سيحدث، إنه مشهد من مشاهد يوم القيامة. يقول بعض الناس لبعض: ألا تروا ما قد بلغنا؟ أي من الهم والغم والكرب. ألا تنظرون من يشفع لنا عند ربنا؟ على أي شيء؟ على بدء الحساب، حينما يجمع الله تبارك وتعالى الناس الأولين والآخرين من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة، إنس وجن وحيوانات وهوام وضباع، بل والملائكة. الكل يحشر في زحام لا يتخيله عقل، لا يستطيع العقل أن يتخيل مدى هذا الزحام. متخيل لما نفرحنا في طابور معين، أي طابور من الطوابير اللي بنقف عليها كل يوم والتاني ده، وبيني وبينك مسافة يعني بعض الشيء، بس تعبان، ابعد شوية، معلش يا أصل ريحتك يعني عايزين تاخد دش كده وبتاع علشان ريحة العرب وبتاع. خلي بالك، يوم القيامة الشخص بالشخص، كل الناس بلا استثناء، وفي عرق بلغ من الهم والكرب 70 ذراع في الأرض. أنت من على بعد كده شامم ريحتي عشان احنا الجو حر، ولسه وانا لابس جلابيه وتحت الجلابيه فانلة وتحت الفانلة مش عارف ايه وكذا، وتعبان من ريحه فلان. لا، يوم القيامه كل الناس عراة، وكل الناس على قدر عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لنا؟ فيقول بعضهم: اذهبوا إلى آدم. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيديه ونفخ فيك من روحه. هو ليه أصلا أمر إبليس بالسجود لسيدنا آدم؟ سجود إيه؟ سجود أفضلية، وليس سجود إلهية، سجود أفضلية. ولما سجد الملائكة سجدوا ليه؟ سجدوا
للجزء الذي هو من الله تبارك وتعالى، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن السجود لم يكن لآدم أصلا، بل للسر الذي وضعه الله عز وجل من ذاته العلي في آدم، فأمر الجميع بالسجود لهذا الجزء، ولذلك لا يرى. ولذلك قال بعض الملحدين أو المستشرقين، سألوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة: لماذا لا نرى ربنا؟ ليه ما بنشوفوش؟ قال: كيف ترى الله ومن مخلوقات الله لا يرى؟ إذا كان من مخلوقات الله، هي الروح دي مش من مخلوقات الله ولا يراها الإنسان، فكيف لا يرى المخلوق وترى الخالق ازاي؟ حاجة لا تعقل. ولذلك احنا في الوقت الحالي احنا شفنا الكهرباء، ما شفناش الكهرباء، مخلوق ولا مش مخلوق؟ من مخلوقات الله تبارك وتعالى وما يستنفع به البشر، ولكنه لا يرى بل يرى أثره. ولذلك نعبد ربنا على أثر ربنا تبارك وتعالى، حينما رأينا سماء ورأينا أرض ورأينا جمال ولذلك كلما رأيت شيء جميل تقول سبحان الله، فلا تنشغل بالجميل بما هو خالق جميل تبارك وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال. شايف الكلام؟ قالوا: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. مش هيحصل تاني أبدا في هذا اليوم، خلي بالك. وإنني قد نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى سيدنا نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل، ومدحك الله عز وجل بأن سماك عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والكرب والشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول سيدنا نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيذهبون إلى إبراهيم. أنت متخيل لما الإنسان منا فجأة يقع من العبار أو من المهم يقع في بحر، محتاج أي شيء هيمسك في إيه؟ أهو يوم القيامة محتاجين أي شيء. وواحد يقول: طيب يعني ما احنا عارفين مين اللي هيشفع. طيب ما هو الناس لما واحد يقترح خلاص هو ده الصحيح، لكن مش هو ده الصحيح. اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله، أنت خليل الله، حبيب الله تبارك وتعالى، ومن تخلل حبه بقلب سيدنا إبراهيم عليه السلام واتخذه من البشر خليلا دون غيره. خلي بالك. أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات. سيدنا إبراهيم يتكلم عن نفسه، لكن أنت ما ينفعش بأي حال من الأحوال تقول أصل سيدنا إبراهيم كذب. أنت مالك؟ أنا بقول عن نفسي أنا راجل مش محترم، لكن أنا ما أقبلهاش من فلان خالص بأي حال من الأحوال. ولما ندردش مع بعض أنا أشتم نفسي، لكن أنت مستحيل تشتمني أبدا، ولا لن أقبل ذلك. وسيدنا إبراهيم لما تكلم عن نفسه ذلك لم يعد كلمة، حينما قال: هذا كبيرهم هو الذي ضربه، وهذه أختي بدل زوجته، وإني يعني فتولوا عني إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، عشان أنا مريض ومش عايز يروح يعبد. إنها أمور كلها لله تبارك وتعالى، لكنه هو يسميها عن نفسه أنها كذبات، لكن أنا ما أقدرش أقول أنها كذبات أبدا.
خلي بالك. ثم قال نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون يا موسى إن الله قد اصطفاك برسالته وبكلامه، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول سيدنا موسى إني قد قتلت نفسا وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى يقولون يا عيسى أنت كلمة الله وألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له شيء، أي لم يذكر له ذنب، خلي بالك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ليه جميع العلماء يقولوا نفس، جميع الأنبياء يقولوا نفس الكلام؟ علشان أنت حضرتك يا عبد يلي ما انتش نبي ولا رسول ولا حتى من الصحابة ولا حتى من المبشرين بالجنة، ولن تقدر لغضب الله قدره، لأن في اليوم ده هيبقى غضب شديد، غضب شديد، لأن مليارات تريليونات من الناس هيبقوا من أهل جهنم، تريليونات مليارات حطب جهنم والعياذ بالله، خلي بالك. إن دل فإنما يدل على كم هائل لا يتخيله عقل إن كل دول من أهل النار، كل دول كانوا فجرة، كانوا فسقة، كانوا مذنبين، كانوا عصاة، كانوا كذا، كانوا لا يقدرون لله قدرا وما قدر الله حق قدره، خلي بالك. فلازم يغضب، لازم يغضب، خلي بالك. الشاهد في الكلام فيقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معللا لماذا هو السيد، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم كما قال، ولا فخر، أي لا يفتخر بهذه النعمة على الناس، على الناس، خلي بالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتي إلى العرش فأقع ساجدا تحت عرش ربي تبارك وتعالى، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد وأدعية لم يفتحها لأحد من قبله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي. متخيل النهارده بعد صلاة العشاء مباشرة أنا سمعت وأنا قاعد هنا قرع بعض النعال في الخروج. ليه؟ أصل هو صلى الفرض وكفاية، إحنا مش صلينا الفرض وفي جماعة كمان، ده نعمة كبيرة خالص. ما أنا عارف إنها نعمة كبيرة، نعمة والله كبيرة، لكن أنت ضيعت نعمة أكبر، بتضيع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أنت مش عاجبك سنة النبي وتركض سنة النبي الذي قال فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت وأنا هنحتاج في يوم من الأيام إنه يشفع لنا بإيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود إن كل الأنبياء مش قادر يقدم الحتة دي، إنه يروح يقول يا رب الناس كلها تعبانة، يا رب الناس كلها تعبت من الشمس وتعبت من الحر وتعبت من الجوع وتعبت من التعب. في بعض العلماء اجتهدوا قال 300 سنة لا طعام لا شراب لا ظل لا موت، مفيش موت أصلا، يعني القلوب تتفتت، الأكباد تتفتت من العطش بسبب، ولذلك يقول الناس يا رب اصرفنا ولو إلى جهنم، ظانين أن النار هتبقى أهون من الشمس وعذابها ومن الزحام الشديد ومن العرق الشديد والعرق النتن وكذا وكذا وكذا. متخيل هي دي الشفاعة العظمى، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب ابدأ الحساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا محمد أدخل أمتك
عليهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. والذي نفس محمد بيده لما بين المصراعين من مصارع الجنة أي أبواب الجنة كما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى. هجر وبصرى مكانين. في الوقت الحالي شهر اللي فات السنة اللي فاتت عملوا حاجة غريبة خالص، قاسوها بالمتر بين مكة وبصرى وبين مكة وهجر، دي في مكان ودي في مكان في المملكة، وجدوها متساوية بالسنتي. مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى؟ المسافة دي قد المسافة دي، إنه النبي من صلى على النبي الذي يوحى إليه من قبل السماء. خلي بالك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل أو الشاهد في الكلام أن النبي سيد الناس، ولذلك كثيرا ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لكن ما ينفعش يبقى في الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما نحن في الصلاة نقول كما قال رسول الله، فإذا خرجنا من الصلاة نتأدب مع رسول الله مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسوده، فهو السيد سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا يقول ذلك افتخارا على الناس بل تحدثا بنعمة الله تبارك